محبة الناس هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. بالي في يوم ما حسيت انه انت متقيد، انه ما اقدر اطلع للسوق انا وحدي، لازم الا وياك حمايات. حسيت انه لا، اليوم المحبة شوية قيدتنا. يعني هو أول شيء محبة الناس تدري، يعني لازم تبادل بالاحترام، لازم تحترمها، لكنه يعني تحس نفسك متقيد بأي أكيد تقيد بمعنى من المعاني تقيد. زين، انت سمحتك اليوم لو تطلع مع العائلة تروحون تشترون حاجة معينة، أي كيف يكون الأمر؟ يعني أحيانا أتنكر، يعني غترة دشداشة مناذر وطبيعي أخذ مؤمل والأولاد وأطلع. واللي يعرفك بالقطرة والدشداشة يعني يسلم علي مثلا، أحيانا يريد ياخذ صورة طبيعي، حتى يعني هي أم مؤمل تعرف هذا الشيء، متفهمته. طيب اريد نعرف ام مؤمل، ربي يوفقها ان شاء الله الله. يرعاك. لك غيرتها عليك من العنصر النسوي سمحتك؟ ما يعني اقدر اقول لك انه ما نتكلم متواجده. بصراحة. اي بصراحه اللغة العربية الفصيحة إيه لا اقدر اقول لك ما متواجده لانه ليش؟ اكو ثقه. احنا نعرف اي شخص يحب يغار. اي كيف غيرتها عليك؟ اكيدا عاليه، لانه انا احبها وهي تحبني، لكنه هي تعرف انه هذا الحب الموجود لكل الجماهير هو حب روحاني، يعني مو حب غرائزي، هي تعرف هذا الشيء. لكن المرأة تغار. لا طيب كم طفل عندك؟ عندي 4: فاطمه، مؤمل، خديجه، اروى. ابو مؤمل في احدى اللقاءات قلت لضيفي كان فنان، قلت له كم طفل عندك؟ قال ما عندي. انا اعرف عنده. قلت له كم طفل عندك؟ قال انا ما عندي اطفال، ما شاء الله ولدي كلهم زلم. فانت شيخ ما هو لا. شنو الله الاعمار يرعاك. ياكم؟ مؤمل صف اول متوسط، فاطمه صف ثاني متوسط، وخديجه واروى بعدهم ما مسجلين، يعني بالحضانه. سمحت السيد بالروضة. الطلقاني من مواليد 84. 84. اي ايش قد عمرك تزوجت؟ انا تزوجت 2003، يعني اول ما سقط النظام. فرحه. اي بالي زوجت صغير. اي ايش قد كان عمرك؟ يعني احسب لي شوي بالرياضيات مال قد. تخيل 10 لل 94 19. سيد تزوجت، سمحت السيد علي الطلقاني، تزوجت وعمرك 19 سنه. الان ايش تنصح الشباب يتزوجون بالعمر 19 بعمر ال 20 25؟ ايش تنصحهم؟ نريد نفهم يعني كيف تشوف الزواج؟ مو هي مبكر. اي مو ما تقدر انه انت توجه نصيحه يعني ذات يسموه رينج ثابت. ليش؟ لانه ثقافه تختلف من منطقه لاخرى. على الاغلب شو تقول؟ اكيدا الزواج يعني بعمر النضوج هو افضل زواج.